عندما نفوز فأنا ألمان، وعند الخسارة فأنا مهاجر. الكلمات دي كانت نهاية لمسيرة مايسترو خط الوسط الألماني المسلم ذات الأصول التركية مسعود أوزيل، بعد ما قالها في بيان اعتزاله اللعب الدولي سنة 2018، وتحول من لاعب أسطورة لعب للريال وأرسنال للاعب بيدور على نادي يلعب فيه. عشان نعرف القصة وإزاي وصل للنهاية دي، تعالوا نحكي الحكاية من الأول. مسعود مصطفى أوزيل مواليد 15 أكتوبر 1988 بمدينة جيلسنكريشن، من أصول تركية. جدوده هاجروا من مدينة ديفارك التركية لألمانيا بعد الحرب العالمية بفترة عشان يلاقوا فرصة عمل في إقليم الرول الصناعي. مسعود اتولد في ظروف صعبة جدا ماديا، لأن ميلاده جه مع فترة الركود الصناعي لما البطالة وصلت بين المهاجرين ل 70%. في الوقت ده أوزيل كان بيلعب في الشارع في ملعب حي المهاجرين بشكل يومي قبل ما ينضم لمدرسة جسمة شولد واللي كانت معروفة بتخريج المواهب. أوزيل بدأ مسيرته في نادي اسمه روت وايس إيسن بضواحي مدينة جيلسنكريشن، ولكنه ما طولش هناك لأنه في حي جيلسنكريشن ده تابع نادي شالكة اللي بيلعب في الدرجة الأولى في الدوري الألماني. أوزيل أبرز موهبته مع الناشئين في شالكة بعد ما انضم ليهم سنة 2005، وتألق بشكل كبير وانتقل من مرحلة سنية للتانية بسرعة، وتألق بشكل أكبر مع منتخب ألمانيا للشباب تحت 19 سنة، سجل 4 أهداف في 11 مباراة، طلع منه على ألمانيا تحت 21 سنة وفاز معاهم أوروبا للشباب، وهناك سجل 5 أهداف في 16 مباراة. في الوقت ده كان وصل للفريق الأول لشالكة، ودخل في مشاكل مع الإدارة لأنهم كانوا عايزين يجددوه، لكنه كان معترض على المقابل المادي، فقرروا يبيعوه قبل ما يخلص عقده. وفعلا أوزيل اتباع لفيردر بريمن ب4,300,000 يورو بعد ما لعب مع شالكة 39 مباراة، سجل هدف وصنع 5. مسيرة ضعيفة مع شالكة، لكن تحول لتألق ملفت مع فيردر بريمن بعد ما لعب معاهم موسمين، شارك في 108 مباراة، سجل 16 هدف وصنع 54. ومش بس كده، ده خلاهم يبقوا تاني الدوري، وكمان وصلهم نهائي الدوري الأوروبي بس خسروا قصاد شختار. الأداء ده ما عداش بالساهل على لوف المدير الفني لألمانيا وقتها، كان بيعمل منتخب جديد لألمانيا بين الخبرة والشباب، وخد أوزيل معاه كأس العالم سنة 2010. أوزيل سجل هدف وصنع 3 في 7 مباريات، وقدم أداء خرافي خلاه من ضمن أفضل اللاعبين في المونديال. وأول ما البطولة دي خلصت جات له عروض كتيرة جدا. أول عرض جه من الإنتر ب30 مليون يورو، وده رقم كبير وقتها، لكن اللاعب كان عنده رغبة يروح أسبانيا وخصوصا برشلونة، أصل وقتها كان برشلونة أفضل فريق بيلعب كرة قدم في العالم، وجوارديولا كان عاجبه أوزيل لكن رفضه لأن كان فيه تشافي ونيستا، هيلعب فين ومحدش منهم ينفع يقعد دك، فكان الحل في مدريد. بيريز جاب 15 مليون بس واشتغل على رغبة اللاعب. أوزيل حقق حلمه ولعب في كبير أسبانيا، كان عايز يلبس الرقم 5، وده الرقم اللي مثله الأعلى زيدان لبسه في الريال، لكنه كان محجوز وقتها، فقرر يلبس فانيلا رقم 23 واللي بيعبر جمعهم 5. العالم كله بقى عارف أوزيل بيلعب في أكبر فريق في العالم، جاي يحل محل أسطورة بحجم كاكا، يعني تحدي كبير بالنسبة لأوزيل. مورينيو كان ليه تصريح خطير جدا، قال كان ممكن وانا مدي ظهري للملعب اقول ان أوزيل اللي بص الكرة دي، وده يثبت الاداء الخرافي اللي قدمه أوزيل مع الريال. أوزيل سجل اول اهدافه بقميص مدريد في 3 اكتوبر 2010 قصاد ديبورتيفو لاكرونيا، وبعديها باسبوعين يسجل اول اهدافه في دوري الابطال قصاد الميلان. جماهير الريال كانت بتستقبل أوزيل في كل مباراة بالهتاف، وبيستعدوا لجرعة جديدة من العظمة، دي ماريا على اليمين وهيجوايين او بنزيما في العمق وكريستيانو على الشمال، ووراهم أوزيل، كتيبة نارية تنجح أي حد. بعد 3 شهور من انضمامه للريال، فلورنتينو بيريز خرج بنفسه وقال بالنسبة لي أوزيل لو كمل بنفس الطريقة دي هيبقى أحسن لاعب على الكوكب. في 20 إبريل 2011 أوزيل حقق كاس الملك مع ريال مدريد كأول ألقابه بعد فوزه على برشلونة. في الوقت ده ألمانيا كانت بتصفي اليورو 2012 وبصمت على أفضل تصفيات في تاريخها لما فازت بال10 ماتشات بتوع التصفيات. أوزيل لعب معاهم 9 ماتشات، سجل 5 وصنع 7. في بداية موسم 2011-2012 أوزيل لبس رقم 10 وخلاص بقى صانع اللعب رقم 1 في الفريق. انتهى بريال مدريد بطل الدوري. أوزيل قدم أداء خرافي، سجل 4 أهداف وصنع 17 هدف في 35 مباراة، لكن ريال مدريد فشل بالفوز بدوري الأبطال. حلم ال10 وقتها كان كابوس بيطارد بيريز. مورينيو بيوصل نص النهائي ويقف لحد كده. في صيف موسم 2012-2013 ريال مدريد تعاقد مع لوكا مودريتش. الصحافة وقتها قالت خلاص تراجع دور أوزيل المنتظر، لكن أوزيل أثبت من جديد قيمته وأنهى الموسم بصناعة 17 هدف وسجل 10 أهداف ما بين دوري ودوري الأبطال. الموسم ده خلص والريال 0 بطولات وما قدرش يفوز بالأبطال، وهنا بقى كانت كارثة. حصل خلافات كتير جوه أوضة لبس الريال، والفريق انقسم نصين، نص مع كاسياس ونص مع مورينيو، وحصل صدام بين مورينيو وأوزيل.
بيريز قرر يقيل مورينيو ويبيع شوية لعيبة ويبدأ مسيرة جديدة مع كارلو أنشيلوتي. من ضمن الضحايا كان أوزيل، محدش عارف السبب، لكن المؤكد إن بيريز فضل يبيع أوزيل ويجيب جاريث بيل اللي كان مكسر الدنيا في إنجلترا وقتها واتقال عليه خليفة رونالدو. بعد صراع مع كذا نادي، أوزيل جات له مكالمة من أرسن فينجر بيطلب منه يجي أرسنال، وقفل صفحة ريال مدريد ب 159 مباراة سجل فيهم 27 هدف وصنع 80 هدف، وراح أرسنال ب 42.5 مليون يورو. أوزيل مع أرسنال قرر ينتقم ويقدم أفضل ما عنده. في الوقت ده كان تشكيل أرسنال مش مساعد قوي، عكس اللي كان حاصل معاه في ريال مدريد. هو سانشيز اللي كان قوي، لكن جيرو كان بيضيع كتير. ورغم كل ده، في أول موسم حقق كأس الاتحاد الإنجليزي وشارك في 26 مباراة في الدوري، سجل 5 وصنع 9. خلص الموسم وطلع على كأس العالم في البرازيل وقدم أداء ممتاز قضابة إيقاع المنتخب، وبالفعل حقق كأس العالم في 2014 بعد الفوز على الأرجنتين. ورجع على أرسنال حقق كأس الاتحاد تاني وسجل 4 أهداف وصنع 5 في 22 مباراة في الدوري، لحد ما جه موسم 2015-2016 وعينك ما تشوف الا النور. 35 مباراة في الدوري يسجل فيهم 6 أهداف ويصنع 19، وده كان أفضل موسم ليه في إنجلترا. وفضل أداء أوزيل مع أرسنال ممتع للعين لحد كأس العالم 2018. بداية المشاكل لما ألمانيا ودعت بطولة كأس العالم روسيا 2018 من الدور الأول كأسوأ أداء لمنتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم من 80 سنة. وفي الوقت ده اتقلب الحال وبدأت المشاكل، وافتكروا الألمان حالا إن أوزيل مهاجر مش ألماني أصلي وإنه لازم يسيب المنتخب. وقتها الإعلام الألماني ساب أداء المنتخب واللعيبة والمدرب واتحاد الكورة، وقرر يوجه كل غضب الشعب الألماني لمسعود أوزيل، ونشروا صورة ليه مع أردوغان كدليل إنه راجل تركي. وبدأ أوزيل توصل له رسائل كراهية كتير، وتعرض للعنصرية والهجوم من شخصيات سياسية وعامة، وصلت كمان للتهديد المباشر ليه هو وأسرته. والمفاجأة إن رئيس الاتحاد وقتها كان كيغين هاد كيغندن، واللي كان بيقود الهجوم والعنصرية ضد مسعود أوزيل. كان نائب سابق في البرلمان الألماني ومن أكبر المنتقدين للتعددية الثقافية في ألمانيا. ده غير إن من قبلها بسنتين أوزيل كان بيتعرض لحملة كبيرة من حزب ألماني اسمه البديل من أجل ألمانيا، وده بسبب إنه لاعب مسلم ومن أصول تركية. وبعد كل الضغوط دي يعتزل أوزيل اللعب الدولي، وبعد اعتزاله تخرج مسؤولة من الحزب وقالت إن اعتزال أوزيل أكبر دليل على فشل المهاجرين من العالم الإسلامي. وبعد كل اللي شافه أوزيل من عنصرية، قال في بيان اعتزاله جملة عبرت عن كل اللي كان حاسه: لما بنفوز فأنا ألماني، ولما نخسر فأنا مهاجر. وقال كمان إن اللي حصل له من الاتحاد الألماني لكرة القدم خلاه مش عايز يلبس تيشيرت ألمانيا مرة تانية. وانتهت حكاية أوزيل مع ألمانيا ب 92 مباراة سجل فيهم 23 هدف وصنع 40 تانيين. لكن دي ما كانتش نهاية المشاكل. مع أرسنال نزل تويتة دعم فيها مسلمي الإيجور اللي بيتعرضوا لانتهاكات من الصين. قال فيها: تركستان الشرقية جرح الأمة النازف، المصاحف تحترق والكنائس تغلق والمدارس محظورة وعلماء الدين يتم قتلهم واحدا تلو الآخر، ورغم كل هذا أمة محمد صامتة ولا يصدر أحد صوتا. ألا يعلمون أن بعد سنوات ما سيتذكره إخواننا هناك عن هذه الأيام الحزينة لن يكون عذاب الظالمين بل صمت إخواننا المسلمين. يا رب ساعد إخواننا في تركستان الشرقية. ودي بقى ما عدتش على خير. الصين منعت إذاعة مباريات أرسنال بداخلها، وهددت بعقوبات مالية من رعاة النادي، وحطت الإدارة بالكامل تحت الضغط. النادي طلع بيان قال فيه إن ده تصرف فردي من اللاعب وإن النادي مش مسؤول عنه. وبدأت حملات التضييق عليه من استبعاد لعقوبات لشركات راعية فسخت عقودها معاه وصلت ل 22 مليون يورو. وبعدها بدأت تقل مشاركاته مع أرسنال بشكل كبير جدا لأسباب اتقال عنها إنها أسباب فنية، بعد ما كان واحد من أهم نجوم الفريق. وفي سنة 2020 قرر المدرب استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي وفي الدوري الإنجليزي، برغم إن النادي جدد عقده مع اللاعب سنة 2018 ولمدة 3 سنين، يعني عقده ينتهي سنة 2021، وعقده كان من أعلى الأجور في الفريق. ومع ذلك النادي استبعده من قائمة الفريق المشاركة في أهم بطولتين لحد ما ساب أرسنال من غير حتى بيان وداعي. ورجع تركيا بعد 254 مباراة و44 هدف و78 أسيست. أوزيل راح فنربخشة، ولكن رحلته هناك ما طولتش لخلاف مع المدرب، ولعب 37 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3، وحاليا بيلعب مع بشاك شهير التركي. عشان في سنين قليلة يتحول من أهم نجوم العالم للاعب عادي بيدور على مكان في أندية متوسطة يلعب فيها. أوزيل مايسترو خط الوسط، صانع ألعاب من طراز فريد، صاحب شخصية ومبدأ، لكن للأسف انتهى تاريخه مع مبادئه. هي دي حكاية أوزيل. ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة، واستنونا في حكايتنا اللي جاية.